اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف حالكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله اموركم تكون كلها بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ويلا وشجعونا شويه، اللي باقي ما شارك في القناه يشارك فيها، كنرحب به في القناه ديالي افكار وحيه مع ازيكي. وشي كومونتير هكا وشي لايك هكا اللي يحفزني واللي يزيد الفيديو القدام. يعني المشاهدات اليامات شويه عيانه، الحمد لله والشكر لله. المهم كنت وعدتكم نوريكم شنو التجديدات اللي درت في المطبخ. في الحقيقه زدت الطابيه هذه ودرت بعض الديكورات. المهم حبيت نشكر بزاف الناس اللي انضموا للقناه ديالي، اللي جعلني عند حسن الظن ديالكم، ونكون ندير شي حاجه اللي تفيدكم ولو حاجه بسيطه، ونصليو على النبي ونكثروا ان شاء الله من الاستغفار في هذه الايام المباركه، ونحفزوا ريوسنا هكا في قراءه القران ان شاء الله، ونحاولوا نختموا القران. اللي كيختموا مره يختموا جوج، اللي كيختموا جوج يختموا ثلاثه، على حسب الاوقات ديالكم. ونطلب الله سبحانه وتعالى يديم علينا يا ربي نعمه، ويغفر لنا في هذا الشهر الغفران، ويرحم فيه يعني جميع الاموات ديالنا والشهداء ديالنا ويشفي جميع المرضى. وندعيو مع خوتنا في غزه، نطلب الله سبحانه وتعالى يرد لهم يا ربي، يردهم ردا جميلا، ويشفي جرحاهم ويرحم شهدائهم وينصرهم يا ربي نصرا عزيزا. المهم كتشوفوا معايا، بديت معكم بهذا الدخيل هكا ديال الكوزينه. شتو طابيه اللي شريت ليها والزربيه اللي شريت ليها، درت في هاد البلايصه هاد الركين ديال القهوه هكا، درت فيها هاد النبته هادي اللي عزيزه وغاليه على قلبي. وهنا درت هاد القريعات اللي ديجا رشتهم معايا كنديرهم ديك التبقه، حولتهم هنا. قلت ندير هاد البلايصه دابا في شهر رمضان ان شاء الله. اللي بغى القهيوه واللي بغى شي حاجه هكا كيقربها ليه هنايا. كاين البريز ديال الضو، كاين كلشي هنايا. درت ديك القريعات هذيك دايره فيها القهوه، وكنخلي القهوه في البلاصيكه ديالها باش ما تبردش، يعني كتحافظ بداك اللوغو ديالها. والقريعه هكا اللي فيها السكر، الاخرى فيها شي فانيله وداك البونبون ديال القهوه كيعجبني حتى هو، ودايره ديك السبيره فيها ديك ليبطون. المهم كنوريكم الزربيه هذه. في الحقيقه شريتها، قلبت على شي حاجه طول من هكا ما كنلقاش. هذه هي طويله كاع اللي لقيت، يعني فيها 2 متر، وانا المطبخ عندي فيه 3 متر واللي عندي فيه في الطول، يعني خاصني شي وحده اخرى فيها متر. المهم فرشت هذه دابا بهذه الطريقه هذه اللي شفتوا. قولوا لي شنو الراي ديالكم، واش جات زوينه ولا لا. المهم داكشي اللي قديت عليه هو هذاك. ان شاء الله من القدام نشوف شي حاجه اخرى للجهه ديال الباب. وهنا كتشوفوا المطبخ ديالي اخيرا، يعني نظفته ونقيته باش نصور معكم. في الحقيقه تبارك الله ما شاء الله، هذا الشهر هذا راه كله معاناه وكله يعني. يلا كتفيقي في الصباح كتردي داك الشيء اللي تغسل وتجبدي الاخرين وتبداي الفطور، يعني ما كتلقاش شي وقت هكا اللي تخوي فيه المطبخ هكا باش تصور. المهم حاولت ندير معكم هذا الفيديو. في الحقيقه سجلته البارح وصورته البارح وكنسجل فيه دابا. المهم ودرت فيه بعض اللقطات شي حاجه في اليوم. ولا الركين هذا في الحقيقه عجبني بالليل، كيجي تبارك الله هذا الضوء وهذا كيجي عاطين واحد المنظر مع ديك النبته وديك الديكور هذا، كيجي تبارك الله. المطبخ يعني مبهج ومتغير يعني. وفي الحقيقه هاد الليد هذا اللي شفتوا، هاد البويلات هادو دوك اللي درت معكم، صورت معكم ديك الكليسه اللي في المراح، هما اللي حولت المطبخ هنايا، قلت غنستغلهم هنا احسن. المهم بالليل غنوريكم الضوء كيفاش دايرين. جبتو هنايا من الثلاجه هنايا ودوزتو في هاد الطول ديال المطبخ عندي كامل هنايا. المهم هنا حبيت نشارك معكم واحد الكيك هكا، الكيك بسيط. قلت دابا مره في الشهر ان شاء الله فما درتي شهيوه غندير لكم يعني المقادير ديالها، وغندير لكم في اول تعليق مثبت غنبقى نخلي لكم المقادير ديال شي شهيوه هكا درتها كامله. المهم كنت يصحاب لي كنصور، لقيت راسي الكاميرا لقيتها طافيه. واللهم صل على سيدنا محمد. المهم دايره هنا 3 البيضات، ودايره داك كاسون الصغير اللي شفتو معايا ديال السنيده والسكر الخشن، او كاس العنبه. ودرت يعني كتشوفوا هذا الكاس ديال اتاي. يعني ما عمرش بزاف الزيت نباتيه، يعني ما تكثروش بزاف الزيت في الكيك، الا كثرتو يعني راه كيطفى. قد ما حاولت على حسب المقادير. الا كنتو مثلا درتو 4 البيضات غديروا ديك كاس عامر، درتو 3 غديروا غير قل منه. هذا الريب الحلو كان عندي هنايا وما شربوش، قلت غادي نستغلو نديرو في هذا الكيك هذا حتى هو كيجي زوين. انا في الحقيقه الكيك كنديرو باي حاجه عندي، كنديرو بعصير ديال البرتقال، كنديرو بالحليب، كنديرو بالريب هكا الا عندي، كنديرو بدانون، كنديرو باللبن الحامض اللي ناكلو به هكا الكسكسو، يعني اللي متوفر عندي كديريه. المهم باش كتعرفوا هاد المواد بحال الحليب والاشياء هذه انه كيساعد في التخمر ديال الكيك. المهم حصاشيه ديال الكاكاو كما شفتوا معايا هنا، ولا عندكم الكاكاو الخام هكا اللي كيعطي اللون اكثر حسن. المهم انا هذه اللي متوفره عندي هي اللي درت. وكتشوفوا معايا تما 2 خمارات حمرين. واللهم صل على سيدنا محمد. هذو هما المكونات اللي درت فيها. وديروا الفاني عندكم ساشيه ولا سائل اللي بغيتو ديروه.
الكيك يعني طريقه سهله ويعني هذا فقط الكيك هكا ديال المنزل هكا عادي اللي كما كنقولوا حنايا دوازاتاي ماشي شي حاجه. المهم نتوما بغيتو تزوقوه بالشكلاط تزوقوه بالفواكه تزوقوه باللي بغيتو ديروه الديكور ديروه ليه. المهم انا اكتفيت بها هكا يعني عادي. هنايا الدقيق ديما كنديرو على حسب الخليط. المهم خدا ليا تقريبا 5 ديال المعالق الكبار ديال الدقيق او ما يعادل كاس ونص هكا ديال الدقيق على حسب الحجم ديال البيض اللي عندكم. انا اغلبيه ما كنعبرش الدقيق على حسب، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. المهم تشوفوا معايا هنا خدايا معايا 5 ديال المعالق عامرين. وديروا رشيشه الملحه باش ديما الكيك ديالكم ولا الحلويات ولا اي حاجه درتوه واخا تكون حلوه كديروا ديك رشيشه الملحه يعني كتخلي ديك سبحان الله العظيم كتخلي واحد اللوغو هكا ما كتكونش الحاجه بس لا كتكون زوينه في الاكل. المهم ديما كتغربلي الدقيق ديالك وتغربليه مع الخمارات باش يعني الدقيق ملي كتغرب ليه هكا كيدخل ديك الهواء فيه والكيك كيطلع لك زوين. المهم دخلت ديك المكونات اللي شفتو عندي كاملين غنديرهم في المول وندخلهم الفرن عندي. انا الفرن عندي ديال الغاز يعني من التحت كنشعل غير لتحت وكيطيب ليا من التحت للفوق ما كنحتاجش نشعل باقي الفوق ديالو. كتجيبي اي مول عندك، غير انا هذا المول هذا كيعجبني بزاف لان مجموع وهذا النوع ديال الالومنيوم هذا كيطلع الكيك يعني احسن من الزجاجه ولا الانوكس. هذا النوع هذا كيطلع الكيك زوين يعني ديريه بجوج بيضات درتيه بثلاثه ولا بربعه كيطلع يعني كيطلع زوين. المهم كنضرب هكا ضريبه هكا باش ديك الفقاعات وديك الهواء كيخرج منه. ديما رفعوا يديكم ولا كتخويو العجين رفعوا يديكم الفوق باش ديك الهواء يعني كي يتفرغ من ديك الكيك. المهم الفران ديالي ما راه قلت لكم ديك النهار والله باقي ما ساليت لي خصني نشري في الحقيقه نشري ليه شي برودوي باش نديرو ليه وباش نحكو مزيان. الكيك ديالي بعد ما خرج هو هذا في الحقيقه ما عرفتش كيفاش مشى لي المقطع فاش حيدتو داكشي. المهم هو هذا تبارك الله جا زوين وجا هشيش. نتوما ليكم الاختيار والتزيين. كتشوفوا هاد البواطه هادي راه شريتها خصيصا للكيك غادي نوريها لكم من بعد. كان الفطور هذا اللي صورت معكم في الفيديو اللي فات. راه قلت لكم الفيديو كان عندي طويل وقسمته على جوج يعني راه تلقاوني بنفس الملابس اللي كنت لابسه في الفيديو الاول. هو هذا يعني كان عندي فيديو واحد ديال نهار واحد وقسمته على اللهم صل على سيدنا محمد قسمته على جوج مرات. هنايا كان الخبز هكا حطيته للعشاء في الحقيقه والله ما بقاوش كياكلوا كنشريو الخبز الله يسمح لينا وكنرميوه. المهم كنجمع هنايا هادشي كلشي اللي شفتو معايا. هنايا دخلت للمطبخ غادي نجمع الماعن ديال الفطور وهادشي هذا كلشي اللي شفتو معايا وديال السحور. وفي الحقيقه درت في اللهم صل على سيدنا محمد درت شي حاجه وغادي المهم نست في الماكينه عندي داكشي الاخر كامل غادي نغسلو بيدي. راه كتعرفوا يعني الكوامل والطاجين وداكشي كامل اللي كبير يعني راه كيبغي يتغسل باليد. المهم هادشي هذا اللي شفتو معايا جمعت كاع ديك الخاوي ديال الحليب وداكشي كامل اللي كان عندي وشفتو كنت سلقت القوق حتى هو. المهم جبت كارطونه وجمعت فيه هاد البقايا ديال الاكل وهادشي هذا كامل اللي كان عندي هنايا. وكتشوفوني الطريقه اللي كندير انا اللهم صل على سيدنا محمد. المواعين اللي غندير في الماكينه انا كنشوف الناس يعني كيحطوهم في الحوض ويغسلوهم ويديروا لهم الصابون وداك الشيء. وانا ملي كنشوف هذيك الطريقه هذه كنقول مادام يعني غدير لهم هكا غسليهم مره ويعني ما ديرهمش في يعني في الماكينه باقا عاد كتسنى تغسليها. لا بالعكس حيدوا منهم شي حاجه اللي غليظه هكا شي زبل كتير شي حاجه اللي غليظه هكا. المهم كديروا ديك الشليله خفيفه اولا عندكم كلينكس مسحي بهم هكا الطباصل ديالكم وداك الشيء كامل بحال الطريقه اللي درت انا دابا. كاين اللي كيغسلهم عاد كيردهم انا كندير هكا كنحيد ديك البقايا ديال الاكل فقط اللي كاينه فيهم كثيره وكنحطهم يعني هي تقوم بالدور ديالها. يعني الا كنت انا غادي نغسلهم بديك الطريقه هذه كاين علاش نبرز راسي ونديرهم باقي في الماكينه ونتسناهم ولا هكا كتحيدي منهم البقيه ديال الاكل عادي وكتجمعي كلشي وكتحطيه في الماكينه هكا. هي باش كتعجبني انا هي مع الماء سخون وداك الشيء لما يعني كيخرجوا معقمين منقيين ناشفين يعني ماشي بحال الغسيل ديال اليد يعني خصك تغسلي تشلي وتعاودي وتعبي شويه. الطريقه هذه اللي هي كتعاونك خصوصا في هذا الرفاع هذا ولا هذا الرقاق هذا بالنسبه بحال البيصلات الكيسان الزليفات المعالق داكشي كامل اللي رقيق كتعاوني فيه. وفي الحقيقه الحمد لله يعني صدقات ليا مزيانه. وكما قلت لكم كندير نص قطعه ديال الصابون ما كنديرش قطعه كامله وكندير 30 دقيقه وتبارك الله راه بالماء هكا ديك الحراره والجهد ديال الماء المعينات كيخرجوا كيشعلوا. كاين بعد المعينات بحال السوبيره هذه وهادشي واخا كتغسليها بيديك ما كتنقاش مزيان. اللي كندخلها تبارك الله يعني كاع ديك البلايصات اللي فيها
عذروني بزاف يعني راه فيا السعله. ديك البلايصات اللي كيكونوا فيهم محرشين يعني كتدخل لهم الحريره وكيدخل لهم بعض الاكل هكا كيجيك صعيب تغسليه، يعني ديما خصك ديري الشيته ولا شي حاجه باش تحكيهم. ملي كديرهم في الماكينه هكا مع ديك القوه ديال الماء والجهد اللي كتضرب به، داك الجهد ديال الماء كينقي الماء واعين مزيان. المهم غنستف ديك الماء كاملين هكا في الماكينه وغادي ندوز ان شاء الله. سمحوا لي كنقطع الفيديو ونرجع، يعني السعله ما خلاتنيش نكمل الفيديو مع الصيام تا مع كنصور لكم دابا قبل العصر، يعني تا اللهم صل على سيدنا محمد الماء ما نقدرش نشرب مع الصيام. المهم كما قلت لكم كتعاون في الحقيقه هكا، كتعاون خصوصا دابا في هذه المناسبات بحال رمضان، بحال عندك عراضه بحال عيد الاضحى كيكونوا ديك الماعن كلهم بديك الشحمه والدهون وداك الشيء مع هي الماء المسخون وداك الشيء في الحقيقه كتعاون. وإلا كان بنادم هكا جالس في دارو يعني ما عنده ما يدار وشي ماينات هكا قلال داك الشيء ما فيها باس بنادم يغسلهم بيدو. وكنعتذر منكم الصوت ديالي، يعني راه انا كتعرفوني الصوت ديالي على قدي، وملي كنمرض يعني كيزيد يمشي. المهم انا خليتهم باش نزيد عليهم باقي ديال السحور وداك الشيء هادو ديال الفطور، وغادي نزيد عليهم ان شاء الله ديال السحور عاد غنشعل عليهم وغتشوفوا، غنخليهم حتى لغد ليه وغادي تشوفوا معايا تبارك الله كيفاش خرجوا كيشعلوا. المهم كنقول لكم هادشي هذا غير على حساب الناس هكا، حيت كاين بزاف الناس كيبغيو يشريو هاد الماشين ديال الماعن هكا وكيخافوا كيقولوا لك لا، كاين اللي كيقولوا ما كتخرجش ما كديرش هذا. والله العظيم الا بالعكس كتعاون. انا بالنسبه لي انا والله الا كتعاون. المهم انا استفتهم كاملين وجمعت المطبخ ورجعت هنايا نوريكم بالليل. هنايا في الحقيقه دابا هاد الصور هذا كنصور لكم مع 2:30 ديال الليل. ما نعستش، بقيت هكا فايقه حتى تسحرت وصليت الفجر وهذا عاد نعست. داكشي علاش انا جمعت الكوزينه كامله وجمعت الماعن وجمعت غسلت كلشي. الحوض كيبان لكم الدنيا نقيه والضوء هكا بالليل كيبانوا زوينين. الماكينه راه عمرت فيها الماعن كما قلت لكم قبل السحور، هادشي من بعد غادي نشعلها. والمهم انا كنرتب معكم هاد البليصه هادي وقولوا لي كي جاكم الترتيب شويه. طبيعي حاطه فيها هادو كنحتاجهم حتى هما هكا لا غنخلط شي حاجه ولا. هانتوما الاجواء بالليل تبارك الله كيفاش جا. درت لكم هنايا بحال الملاهي، يعني الضوء بالالوان. ودائما بنادم شويه ديال الحاجه، المهم حاجه هكا بسيطه وداك الشيء كتغير النفسيه ديالك وكتحاولي تغيري هكا في المنزل ديالك بحاجه بسيطه وكتدخل عليك شويه ديال البهجه. والمهم الحمد لله كنحاولوا نخلقوا الاجواء ريوسنا وكما قلنا بحاجه بسيطه. المهم هانتوما كتشوفوا معايا بحال البوطاجي عندي راه مغلفاه راسي، راه اللون ديالو يعني راه ما كيصرش، يعني كيجي كيزمت لك على قلبك. وداك الشيء الاخر دوك الطبيلات. المهم وداك الشيء كامل. وهاد الزربيه حتى هي عطات الديكور في المطبخ هكا، يعني غيرت ليا المطبخ كتبان شويه شي حاجه هكا ثاني مختلفه. وهذا هو الترتيب ديالي على قدي. المهم هادشي كنشجعكم باش حتى اللي بغى يدير شي تغيير ولا شي حاجه في المطبخ ديالو ماشي ضروري يعني يتكلف ويدير شي حاجه كثيره، حاجه بسيطه. المهم هاد الزربيه نسيت ما قلت لكمش الثمن ديالها، خديتها 130 درهم ولا 2600 ريال. في الحقيقه هادو زوينين، بنادم هكا كيستغلهم. اللي عندك الكونوار فيهم الديكورات، عندك الكونوار طويل، عندك شي بلايصه هكا اللي مضيقه اولا مطبخ بحال ديالي هكا يعني اللي فيه الطول صغير. انتم كتشوفوا هنايا من بعد ما نتسحرنا وهذا الفيديو كملت لكم اليوم راه تلقاوني حتى الحوايج ديالي مبدلاهم. المهم تبارك الله انتم كتشوفوا مغسولين معقمين ناشفين، كتجبديهم وترديهم بلاصتهم، يعني ما كتعبيش معاهم، ما كتبقاي يعني محشيه ديما في لابابو وداك الوقيف هكا وبنادم راه عيان الله يكون في العون. وغنستمروا نرد المينات ديالي كاملين. واللي وصل معايا حتى لهاد البلاصه في هذا الفيديو هذا ما ينساناش بشي كومونتير هكا وتفرحونا به، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يفرحكم. وكتشوفوا كنوريكم الماينات هادو اللي كيكونوا حرشين من الجنب، وهذا يعني خصك فيهم جافيل وديك الشيء تحكيهم، ولكن هنا هكا والله الا كتنقيهم. كندير انا المقالي، كندير كلشي. حاجه وحده اللي ما كنديرش هي الكوكوت والطاجين، يعني هذوك الكوكوت يعني كيتغير اللون ديالها. هذه قلت لكم راه تبارك الله كتنقي هاد السكينه كترجع كتشعل.
ونكثروا من الصلاة على الحبيب مصطفى، وندعيو من بعضياتنا في ظهر الغيب، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميع. وهذا النهاية ديال الفيديو. قولوا لي يعني كي جاكم الفيديو، كي جاكم التغيير في المطبخ، وقولوا السلام عليكم.